بالجنوب الشرقي لتونس تنام عاصمة الدولة الفاطمية محافظة المهدية في هدوء، تاركة الشواهد المعمارية الخالدة تتحدث عن تاريخها الزاخر بالأحداث والانتصارات. تطلق المهدية العنان للدارسين والباحثين لينقبوا عن بطولات قادتها علهم يوفون هذه الأرض الطيبة حقها. فغير بعيد عن قصر القائم بالله والقصر القديم ودار البحر والبرج العثماني والمدينة العتيقة، تفتح مدينة الجم صفحة أخرى من كتاب تاريخ المهدية لتحدثك عن قصر الجم الروماني، ثاني أكبر مسرح في العالم بعد مسرح كولوسيوم روما المصنف من عجائب الدنيا السبع. وبشهادة العلماء والمؤرخين يعتبر كوليزي الجم الأكثر جمالا وصيانة وأكبر بناء أثري روماني في أفريقيا. وفق المعطيات التاريخية والمراجع، شيد القصر القائد الروماني جورديان الثاني الذي قاد انتفاضة على إمبراطور روما في ذلك العصر، وأقام قصرا خاصا به سعى من خلاله أن يكون متميزا وأن يفوق بعظمته وجماله قصر الكوليزي بروما. مسرح الجم أو قصر الجم وهو كولوسيوم تيسدروس الذي أدرج سنة 1979 على لائحة مواقع التراث العالمي. قام جوردن الثاني بتصميم قصر الجم بشكل تجاوز فيه كل الأخطاء الهندسية الموجودة في نظيره بروما على مستوى الشكل، لتبلغ أبعاده الخارجية 148 متراً و122 متراً، وأبعاد حلبته 65 متراً على 39 متراً. تحت حلبة المسرح لوقان يصلهما الضوء من الفتحة الوسطى في الحلبة، بالإضافة إلى فتحتان من جانبي الحلبة لرفع الوحوش والمصارعين الذين كانوا يؤسرون في غرف تحت الأرض ليتم إطلاقهم في الأعياد والمناسبات الضخمة التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا. فقد كانت مشاهدة مصارعات الوحوش من أسود ونمور وأسرى الحرب أو الفرسان للين المراتب والترقيات وسباقات العربات التي تقام بالمسرح كانت متعة النبلاء والشعب على حد سواء في ذلك الزمن، والذين يجتمعون في مسرح يتسع لأكثر من 35 ألف متفرج. أوائل القرن الثامن الميلادي ومع بداية الفتح الإسلامي شهد هذا المعلم الضخم عدة معارك، فقد احتمت به الملكة البربرية ضمية الملقبة بالكاهنة مع جيشها لمدة 4 سنوات إثر هزيمتها في المعركة الثانية أمام القائد حسان ابن النعمان. وتشير بعض المصادر العربية أن القصر قد ارتبط باسمها في بعض المراجع التاريخية، حيث عرف أيضاً بقصر الكاهنة. سنة 95 و600 وألف تم هدم الجانب الغربي للقصر بأمر من بي تونس بعد أن اتخذ السكان هذا المعلم حصنا لهم في ثورتهم ضد حكم البي آنذاك. لا يزال سحر الاستعراض والفرجة في قصر الجم يجلب إليه الآلاف إلى اليوم، غير أن الركحة تحول منذ 86 و900 وألف من حلبة للصراعات بين الوحوش والأسرى إلى مسرح يجمع أشهر الفنانين والموسيقيين العالميين في موسيقى الجاز والسيمفونيات، حيث تضاء شموع في كل صيف من مختلف أروقته لتعلن انطلاق دورة جديدة من مهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم الذي استضاف ولا يزال عدة أسماء عالمية على غرار المغنية الأمريكية الديفا باربرا أندريكس والموسيقي الإيطالي الشهير ريكاردو موتي. وللاستمتاع بموسيقاهم وسحر القصر الروماني تستقبل مدينة الجم الساحلية من سنة لأخرى ما يزيد عن 1,000,000 سائح من مجموع 6 ملايين سائح يتوافدون على تونس. الدراية الكافية بتاريخ مسارح العالم والمخيال الشاسع لإعادة تشكيل الأحداث والغرام الكبير بالمصارعة والموسيقى السيمفونية في الآن ذاته هي زاد الزائر لقصر الجم، ثاني أكبر مسارح العالم وأكبر بناء أثري روماني. انتصار شلي لصباح العراقية، تونس.